المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرترية، نستهلها بالعناوين. مناقشة برامج حملة التطعيم ضد مرض الدرن والحصبة الألمانية في شمال البحر الأحمر. مدرسة ورساي كالو تنهي أنشطتها التعليمية للعام الدراسي الحالي. برنامج تعليم الكبار في إقليم عنسبة يحقق نتائج مرضية. حوالي 20 مليون شخص يواجهون الجوع بسبب الجفاف في الجنوب الأفريقي. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بريف حلب الشمالي. وبلغاريا ورومانيا تنضمان إلى منطقة شنغن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد يوم 29 و30 من مارس اجتماع نظمه فرع وزارة الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر لبحث تنفيذ برامج حملة التطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية وتوزيع فيتامين ألف بمدينة مصوع. وفي حديثه في الاجتماع الذي حضره رؤساء وحدات الخدمة الاجتماعية في المديريات والمهنيين الصحيين، قال رئيس فرع الصحة في الإقليم الدكتور هينوك تكيم إن وزارة الصحة تبذل جهودا حثيثة لضمان إمدادات اللقاح الكافية والآمنة. وقال إن حملة التطعيم المقرر أن تتم في الأسبوع الرابع من أبريل ستتم بالتنسيق مع الشركاء كالعادة. وقال رئيس برنامج التحصين الوطني تيدروس يحدقو إن حملة التطعيم هذا العام ستشمل التطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر إلى 5 سنوات، إلى جانب توزيع فيتامين ألف، وتركز على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم وأولئك الذين بدأوا ولم يكملوا التطعيم. وخلال المنتدى النقاشي قامت كل مديرية بإعداد وتقديم خطة فرعية لتنفيذ برامج التطعيم بما يتناسب مع عدد سكانها وموقعها الجغرافي، وتمت الموافقة عليه بعد إثرائه بتعليقات المشاركين. وفي كلمتها الختامية أكدت السيدة أسمرة أبرهة حاكم إقليم شمال البحر الأحمر أن الإقليم سيلعب دوره في توفير المعلومات المناسبة لمسؤولي الضواحي والقرى حتى يظل الناس مستعدين، حاثة جميع الهيئات الحكومية والشعب على المساهمة في إنجاح الحملة. سيتم إجراء حملة التطعيم ضد الدرن والحصبة الألمانية في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 24 من أبريل إلى 28 من نفس الشهر. أنهت مدرسة ورساي كالو في ساوى التي قدمت خدمات التعليم للصف 12 لأكثر من 7 أشهر منذ 21 من أغسطس عام 2023 القادمين من 108 مدارس ثانوية في جميع أنحاء البلاد، أنهت رسميا الأنشطة الأكاديمية للعام الدراسي 2023-2024. وقال مدير المدرسة الأستاذ رؤسم قبر هيوت في حفل الختام الذي عقم في 29 من مارس أن 99% من الطلاب أكملوا دراستهم جيدا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الطلاب بنسبة 35.5% عن العام الدراسي السابق. تعمل المدرسة منذ 21 عاما، وقد استقبلت حتى الآن ما يزيد عن 273 ألف طالب جلسوا في امتحان الشهادة الوطنية، وانضم الكثير منهم إلى الكليات والمراكز المهنية ويسهمون بدور كبير في بناء البلاد. وشكر أعضاء مركز تدريب الخدمة الوطنية والمعلمين الذين عملوا بتفان في رعاية وتوجيه الطلاب، وأوضح بأن الطلاب سيعملون بالتعاون مع مركز تدريب الخدمة الوطنية لضمان حصولهم على كفاءة عقلية وجسدية تتجاوز المعرفة الأكاديمية وتوجه ورؤية إيجابية ومبنية على أخلاقيات وقيم المجتمع. هذا وتم تقديم الجوائز للطلاب المتفوقين والمعلمين المثاليين والوحدات ومقدمي الرعاية الذين نجح عدد كبير من طلابهم. يحقق برنامج تعليم الكبار وبرنامج عريوت للمتخلفين عن الدراسة في العمر المحدد نتائج مرضية في إقليم عنسبة.
وأوضحت مسؤول التعليم الكبار في مكتب التعليم في إقليم عنسبة السيد أبرهة جبري وجود 4229 طالبة، بينهم 311 طالبة يدرسون في 101 نقاط تعليمية من الصف الأول وحتى الصف الثالث في جميع مديريات الإقليم في هذا العام الدراسي. ويجلس حوالي 7000 طفل فاتتهم فرص التعليم في 55 نقاط تعليمية ضمن برنامج عريوت، منتشرة في مديريات أسماط وهبر وحلحل وحمل مالو وقلب وحقات وعتكليزن. ذكرت تقديم تعليم الكبار العام الماضي ل 4547 مواطن ولحوالي 7000 طفل في برنامج عريوت، تمكن 78% منهم من مواصلة التعليم، مشيرة إلى أن عدم تجمع القرى من التحديات الرئيسية. وتفيد تقارير مكتب التعليم بأن 4447 طالب من برنامج عريوت من عام 2022 وحتى 2024 يواصلون جيدا التعليم في المدارس المتوسطة والثانوية. تخرج خلال 22 من مارس في مديرية عد خلا 582 طالبا حصلوا على التدريب في التعليم المهني والمدني لمدة أسبوعين إلى 3 أشهر. وقال الشاب جمال نور رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية إن التدريب المهني العملي شمل مد خطوط الكهرباء والإسعافات الأولية والصور المتحركة وتربية النحل وتربية الدواجن. وقال إنه على مستوى المديرية حصل 75 طالبا أحرزوا درجات عالية في الامتحان الوطني للصف الثامن حصلوا على جوائز عند ماسوم. من جانبه أشاد رئيس الإدارة والمالية في المديرية السيد تيدروس والدحيمانوت بجهود الاتحاد الوطني للشباب والطلبة، وحث جميع المؤسسات الحكومية على العمل باهتمام لتعزيز قدرات ومستوى المعرفة لدى الشباب تحت قيادتها. يقوم سكان مديرية غردات بحملات واسعة النطاق للحفاظ على التربة والمياه منذ شهر يناير العام الماضي أو من شهر يناير الماضي. وقال منسق أنشطة الحفاظ على التربة وتنمية المياه والري المهندس دخل هيمانوت يعبيوم إن العمل يتم تنفيذه في المناطق الزراعية والمراعي لتحقيق استقرار البيئة وزيادة الدخل وإثراء الموارد الشجرية. وقال إنه تم حتى الآن تدريج حوالي 1200 هكتار في 16 إدارة الضاحية ويسير العمل بشكل جيد. ومن جانبهم قال المشاركون إنهم يرون نتائج أعمال مماثلة تم تنفيذها في وقت سابق وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيقها. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. يحتاج الملايين في الجنوب الأفريقي وخاصة الأطفال إلى المساعدة بعد أن تسبب الجفاف في إتلاف المحاصيل التي يشرف عشرات الملايين من الناس على زراعتها ويعتمدون عليها من أجل البقاء. ووصل الجفاف بزيمبابوي وزامبيا وملاوي المجاورتين إلى مستويات الأزمة، وقد أعلنت زامبيا وملاوي حالة الكوارث الوطنية، وزيمبابوي أيضا على وشك القيام بنفس الشيء. الأمور ليست أحسن في بوتسوانا وأنغولا وموزمبيق ومدغشقر، وهذه الدول قد تعرضت قبل عام للعواصف الاستوائية والفيضانات. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن هناك أزمات متداخلة جراء الطقس المتطرف شرق وجنوب أفريقيا، حيث تتأرجح المنطقتان بين العواصف والفيضانات والحرارة والجفاف. وقالت اليونيسيف إن أكثر من 6 ملايين شخص في زامبيا، منهم 3 ملايين طفل، تأثروا بالجفاف، وهذا يمثل ما يقرب من نصف سكان ملاوي و30% من سكان زامبيا. أدى انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة إعزاز السورية بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة المعارضة أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، حسب عمال إنقاذ والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وانفجرت السيارة في سوق مزدحم في وسط المدينة، في حين قال متطوعون في الدفاع المدني السوري أنها مضرة. وقالت مجموعة المسعفين أن الانفجار الذي وقع في السوق المزدحم أدى أيضا إلى إصابة عشرات المدنيين وتدمير عدة متاجر ومنازل في المنطقة. وكثيرا ما تشهد مناطق شمال سوريا التي تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة وتركيا تفجيرات أدت إلى مقتل عشرات المدنيين. وقد أطلقت تركيا 3 عمليات كبرى عبر الحدود في سوريا منذ العام 2016. أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج بلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن التي تتيح إمكانية التنقل بين بلدانها دون تأشيرات سفر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إن بلغاريا ورومانيا انضمتا إلى منطقة شنغن. وأشارت فون دير لاين إلى إلغاء الرقابة على الحدود الجوية والبحرية مع الدولتين. وذكرت أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على الملايين من مواطني الاتحاد في جميع أنحاء أوروبا ويجعل منطقة شنغن أقوى. بدورها كشفت المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إليف جوهانسون أن الضوابط على الحدود البرية ستلغى أيضا في المرحلة المقبلة. وانضمت رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007. أعلن شركة سبايس إكس أن صاروخ فالكون 9 أطلق 23 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض. وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت إنها الرحلة 18 للمرحلة الأولى الداعمة للمهمة. وقالت إن المرحلة الأولى من الصاروخ هبطت بنجاح على السفينة الفضائية الآلية. ومن المتوقع لاحقا أن تطلق سبايس إكس 22 قمرا صناعيا آخر من نوع ستارلينك من كاليفورنيا. ختام هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. مناقشة برامج حملة التطعيم ضد مرض الدرن والحصبة الألمانية في شمال البحر الأحمر. مدرسة ورساي كالو تنهي أنشطتها التعليمية للعام الدراسي الحالي. برنامج تعليم الكبار في إقليم عنسبة يحقق نتائج مرضية. حوالي 20 مليون شخص يواجهون الجوع بسبب الجفاف في الجنوب الأفريقي. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بريف حلب الشمالي. وبلغاريا ورومانيا تنضمان إلى منطقة شنغن. انتهت نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.